شكرا جزيلا. أشكر الحكومة الإيطالية والسيد وزير الخارجية على إتاحة الفرصة لهذا الاجتماع الهام، وأشكر مستر كيري وكل وزراء الخارجية الذين شاركونا الاجتماع من أجل بحث آلام ومعاناة ودمار سوريا بين أيدي المافيا التي تحكمها. أولا أريد أن أقول نحن نتكلم الآن بعد عامين من الذبح لشعبنا الصابر، تدمير البنية التحتية بشكل مخيف. الثورة السورية ثورة سلمية، وأؤكد هذا المعنى وأقول أن النظام وحده هو الذي أجبر الناس على حمل السلاح، والدليل على ذلك هذا التوحش الذي يقوم به النظام اليوم. لا يوجد نظام في العالم يقصف شعبه بالطائرات وبصواريخ سكاد. قطر الحفرة التي سببها الصاروخ الذي سقط في الرقة قبل يومين 115 متر. لا يستطيع الإنسان العادي حتى الوحوش أن ترى الصور، فكيف بالإنسان الذي يعيش تحت القصف ويقتل أولاده وأطفاله ونساؤه وأهله. هناك أمر مهم جدا يحاول دائما النظام استثماره، وهو الحديث عن وجود الإرهاب. وأنا قلت لوزراء الخارجية هناك 3 أسئلة نحن السوريون مللنا منها، وأنا كمسؤول مللت منها. الأمر الأول الحديث عن الإرهاب. لا يملك كل الإرهابيين في العالم هذه النفسية المتوحشة الذي يقوم بها النظام ضد الشعب السوري. موضوع الأسلحة الكيميائية، إن ما فعله النظام من الدمار بسوريا واستخدام كل أنواع الأسلحة التي بين يديه هي أكثر تأثيرا وفتكا من كل الأسلحة الكيميائية. الأمر الثالث موضوع الأقليات. طوال الوقت كان يعرض النظام وما يزال نفسه حاميا للأقليات. أنا سأقول لكم عن أمر واحد: اذهبوا إلى لبنان وانظروا ماذا فعل النظام السوري بالأقليات عندما احتل لبنان. لم يبق طائفة إلا قتل زعماءها وشردها. ما عندي جواب آخر حول هذا الموضوع. هناك أمر آخر أيضا يتعلق بالمقاتلين. الكثيرون وخصوصا وسائل الإعلام تنتبه إلى طول لحية المقاتل أكثر من حجم الدماء الذي يسيل من الأطفال. منذ شهر قصف النظام بالطائرات 86 مخبز عجنت فيه لحوم الأطفال مع الخبز. انظروا إلى هذا الموضوع قبل أن تنظروا إلى طول لحية المقاتلين. يا أخواننا الذين يقاتلون في الداخل معظمهم هم أناس مسالمين اضطروا إلى حمل السلاح. لا ننفي وجود بعض الناس الذين يحملون أفكارا خاصة غريبة عن مجتمعنا. نحن نرفض هذه الأمور بكل صراحة، وقلنا مرارا ونعيد الأمر: نحن ضد كل فكر تكفيري، ضد كل فكر يريد أن يفرض آراءه بالقوة يستبيح الدماء. نحن ضد كل فكر يريد أن يدمر النسيج الاجتماعي لسوريا. الذي يعبر تماما عن المقاومة هو الشهيد الكولونيل العقيد أبو فرات، أحد قادة حلب الأبطال. هذا الرجل قال بلهجة حزينة جدا: أنا حزين من أجل كل إنسان يقتل في الطرف الآخر، لأن هذا الإنسان عنده أسرة وعنده أطفال وعنده عائلة، وهو إنسان في النهاية ونحن بشر ولسنا وحوشا. قال: وأنا حزين من أجل كل دبابة أدمرها، ولكن أنا أضطر لأدافع عن شعبي الذي ورائي في وجه آلة عسكرية متوحشة. أبو فرات استشهد بعد دقائق برصاصة قناص. هذه هي نفسية المقاتلين في سوريا. أريد أقول أمر آخر: نحن لا نستحي أن نقول نحن مقاتلون مسلمون. الإسلام الذي نفهمه هو إسلام يضم الجميع ويحترم الجميع ويعيش مع الجميع ويطلب الخير للجميع، ويقول للبشرية كلها: نحن كلنا من آدم وآدم من تراب. نحن كلنا خلقنا في هذه الحياة كي نتعاون، لا لكي يأكل بعضنا بعضا. فليس معيبا هذا الأمر أبدا. الآن هناك عدة أمور تكلمنا فيها مع الوزراء وطالبنا بصراحة بعدة أشياء. الأمر الأولاني إلزام النظام بإيجاد ممرات إغاثية تحت البند السابع، ممرات إغاثية آمنة، وخصوصا إلى مدينة حمص المحاصرة منذ حوالي 250 يوم، ومدينة داريا التي هي مهد
الحركة السلمية في سوريا، والذي كان شهيدها غياث مطر يحمل بيديه الورود والماء البارد إلى عناصر الأمن، فاعتقلوه وقتل تحت التعذيب، واقتلعت حنجرته التي كان ينادي بها حرية حرية، وأرسلت إلى أهله في كيس من البلاستيك. هذه المدينة تحت الحصار الآن والقصف المتوحش لمدة 100 يوم. نطالب بإيجاد ممرات إغاثية آمنة تحت البند السابع لحماية المدنيين. ثانيا، اعتبار وحدة سوريا خطا أحمر وبكل الضمانات الدولية لما يشاع من محاولات صحيحة أو غير صحيحة لتقسيم سوريا. لن نرضى بهذا وسنقاتل كل سكان سوريا من أجل هذا الموضوع. ثالثا، الدعوة إلى التفاوض هي ضمن المحددات التي وضعها الائتلاف الوطني السوري في جلسته في الهيئة العامة الأخيرة، والتي تتضمن صراحة رحيل النظام وتفكيك الأجهزة القمعية التي تحكم البلد. وأنا أقول هنا من على هذا المنبر وربما للمرة الأخيرة: يا بشار الأسد، تصرف ولو مرة واحدة كإنسان. كفى هذا الشعب قتل، كفى هذا الشعب مذابح، كفى هذا الشعب سحل لأطفاله، اعتقال وتعذيب حتى الموت للأطفال. اتخذ قرارا واحدا عاقلا في حياتك من أجل مستقبل هذا البلد. رابعا، إعطاء الشعب السوري وثواره كامل الحق في الدفاع عن أنفسهم. هناك أمر أريد أن أذكره بصراحة: هناك قرار دولي أو إشارات دولية بعدم تسليح المعارضة السورية بأسلحة نوعية لأسباب مختلفة، وأنا أقول إذا كنتم تريدون هكذا فأوقفوا إمداد النظام بالأسلحة النوعية التي ما تزال تأتيه حتى اليوم تحت اسم صفقات قديمة. خامسا، الطلب من كافة هناك بند يتعلق بحظر السلاح النوعي الذي تقدمه بعض الدول. البند الذي بعده: الطلب من كافة الدول الشقيقة والصديقة تسهيل معاملات السوريين وإقاماتهم. لاحظنا بعض الدول صارت تضيق على الذين يحاولون التعاطف مع الثورة السورية، وفي بعض البلاد اعتقل بعضهم. نطالب وطالبنا بتسهيل هؤلاء وتقديم المنح الدراسية والأسرة المناسبة في المستشفيات من أجل الحالات المستعصية وكل أنواع الدعم الممكن. أخيرا، طلبنا بدعم الدول المجاورة لما تعانيه من ضغط شديد بسبب الأزمة السورية. أخيرا أقول: المجتمع الدولي بكامله لم يعد يتحمل هذا الإجرام الذي يجري في سوريا. السوريون الآن في أزمة غير مسبوقة. وأختم كلامي لأقول: الآن مدننا العظيمة أم التاريخ تتعرض للدمار. من يرمي سوريا بحجر فهو كمن يرمي أمه بحجر. سوريا أمكم جميعا، فمن ورائها خرجت كل حضارات التاريخ. أشكركم جميعا.